داناناتشو سلام ناتشو. ودي اول تجربه ليا مع الاكل الاثيوبي، ولقينا مطعم في الرياض بديكور اثيوبي بحت يحسسك انك فجاه بقيت في اديس ابابا. وكل حاجه هنا يا جماعه بالاثيوبي، من لوحه المطعم لشاشه التلفزيون اللي عليها قناه اثيوبيه، حتى المنيو بلغتهم. ومن عاداتهم في اثيوبيا ان الرجاله ما ينفعش تحمص القهوه، بس انا حبيت اجرب والريحه كانت خرافيه. وندخل بقى على اهم حاجه وهي الاكل، وطلبنا منهم صينيه تقريبا فيها كل حاجه عندهم، وتحتها خبز الانجيره بتاعهم. مش عارف ابدا منين والله العظيم. نبدا بخبز الانجيره. والصينيه كان فيها حاجات كتير، من عدس اللحمه لخضار مطبوخ، وانا ما كنتش فاهم حاجه. والعدس كان طعمه جميل وبهاراته حلوه، بس اللي عجبتني قوي اللحوم عندهم، توابلها تحفه. الخبز خفيف قوي مع طعم الزجن ده خطير بصراحه. اما السبانخ وبعض الحاجات التانية ما كانتش ذوقي قوي او ما كنتش فاهمها. بس هقول لكم حاجه، الصينيه كان فيها كذا نوع لحمه، كل نوع بتوابل مختلفه، حتى الطعم مختلف، وبحس اكلهم صحي جدا، واغلب الخضار مسلوق. وسعر الصينيه دي كان 35 ريال. وفي النهايه ختمناها بالقهوه الاثيوبي اللي من قوتها ما شاء الله سهرتنا لتاني يوم. قهوه قويه جدا وتجربه جميله وعشنا فيها اجواء مختلفه. اشوفكم على خير، سلام.